احسن دايت ل2023. اهلا بيكم، معاكم دكتور نورهان لطفي، اخصائيه التغذيه الحدسيه ضد الدايت، واللي عن طريقها بعلمك ازاي تقدري تعيشي حياه صحيه ولكن بدون اي دايت وبدون اي حرمان في نفس الوقت. قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه. يا ترى ايه احسن دايت ل2023؟ كل سنه بنيجي نبدا السنه بتاعتنا بامنيه واحده بس، اني السنه دي هي السنه بتاعتي، والسنه دي انا هحقق الوزن المثالي، وخلال السنه ان شاء الله هكون قدرت اوصل للوزن اللي انا فعلا عايزاه. والاقي نفسي في الاخر بعد شهر 2 بالكتير 3 الدنيا باظت مني وضربت، ولقيت نفسي بوصل لنقطة الصفر تاني وعمالة انط من دايت لدايت لدايت. طب يا ترى ايه هو احسن دايت ل2023 نقدر ان احنا نمشي عليه علشان ما نوصلش للدروب ده؟ خليني بقى اقولك حاجة، ان مفيش احسن دايت اصلا، مفيش حاجة اسمها احسن دايت. ليه؟ لان كل انواع الدايت اللي انت بتعمليها دايما بتوصلك لنتيجة واحدة، وهي ان انت بعد شوية بيجيلك شراهة وتلاقي نفسك مش عارفة تتحكمي في كميات الاكل بتاعتك، وترجعي تبقي تبوظي كل الدنيا وترجعي تزيدي تاني في الوزن، وندخل في المشكلة الاكبر وهي اليويو دايت، وان انت كل شوية وزنك عمال ينط من رقم للتاني. طب المفروض ان احنا نعمل ايه؟ في الفيديو النهاردة انا هقولك 4 خطوات تقدري ان انت تعمليهم علشان سنة 2023 تبقى السنة اللي انت فعلا هتخلصي فيها من الدايت نهائيا. اول خطوة وهي ان انت ابدأي ركزي على التوازن في الوجبات بتاعتك، وركزي على توازن الشهية. توازن الشهية بيجي من التوازن في الوجبات بتاعتنا، وان احنا نكون بناخد وجبات بتاعتنا متكاملة بطريقة مظبوطة، يكون فيها كل المكونات وكل العناصر الغذائية. تاني خطوة محتاجة ان انت تركزي عليها اكتر حاجة في الدنيا، وهو الاذن الغير مشروط للاكل. بمعنى ايه الاذن الغير مشروط؟ خلينا نقول ان انتي كنتي محرومة من حاجات معينة، او مع التوازن اللي انتي بتبقي فيه بتلاقي نفسك ان برضو بيجيلك شراهة على انواع معينة من الاكل بتاعنا، وتلاقي ان انتي عندك بتاكلي منه كميات كبيرة برضو، ومش فاهمة انتي بتاكلي الكميات دي كلها ليه. علشان احنا مش بندي لنفسنا الاذن الغير مشروط. دايما الاذن بتاعك لو انتي هتاكلي اكل انتي بتشوفيه ان هو غير صحي، بتلاقي نفسك وقتها عملتي حاجة كبيرة جدا، ان انتي بيبقى عندك دايما كده جواكي رغبة ان انا تاني يوم هعوض، تاني يوم همنع نشويات، تاني يوم هصوم ساعات طويلة، تاني يوم همشي كميات كبيرة من المشي علشان اعوض اللي انا اكلته. فمن جواكي انتي بيبقى عندك احساس بالخوف. احساس الخوف اللي عندك ده بيزود عندك التوتر، فبيزود عندك الشراهة، وتلاقي نفسك بتاكلي كميات كبيرة جدا من الاكل. ولكن لما بتدي لنفسك الاذن الغير المشروط ان انتي تدخلي الاكلات دي وتستمتعي بيها وتعرفي فعلا تاكليها بوعي فعلا، هتلاقي نفسك ان وقتها شراهتك على الانواع دي من الاكلات بتختفي تماما تماما تماما. تالت خطوة ان انتي تركزي على حاجة مهمة جدا، ان انتي تحترمي الجوع بتاعك وتحسي بيه فعلا. كتير بسبب الدايتس الكتيرة اللي احنا بنعملها بنلاقي نفسنا ان احنا مش بنعرف اصلا نحس بالجوع بتاعنا. الجوع بتاعنا دايما مصمت وخفي، وبنلاقي دايما نفسنا ان احنا وقت ما بنحس بالجوع احنا بنحس بالجوع العالي جدا جدا جدا. الجوع العالي قوي ده هو ده اللي بيخليكي ان انت تاكلي كميات كبيرة مرة واحدة، وما تبقيش عارفة تتحكمي في نفسك، وما تبقيش عارفة انت بتعملي كده ليه.
ولكن خلينا ان احنا ندرب نفسنا ان احنا نحس باحاسيس الجوع بتاعتنا بطريقة صح. نبدأ نحس بالجوع التدريجي، ونبدأ نفهم الجوع التدريجي ده بتاعنا شكله عامل ازاي، امتى ناخد سناك وامتى ناخد وجبة. هتلاقي وقتها ان هيحصل توازن كبير قوي في الشهية، فتلاقي ان كميات الاكل بتاعتك نفسها اختلفت كتير. نقطة الجوع والشبع دي ممكن انها تاخد منك وقت شوية في البداية، لان في البداية ممكن الجوع بتاعك يبقى عالي حبتين. بعد فترات دايت طويلة او دايت قاسي لفترات طويلة هتلاقي ان انت بتوصلي احيانا للنقط دي، ولكن محتاجة ان انت تركزي شوية مع احساس الجوع والشبع بتاعك عشان الشهية بتاعتك تبقى متوازنة وما توصليش لمراحل الشراهة. رابع خطوة واهم خطوة ان انتي تشتغلي على الجوع العاطفي اللي عندك. تفهمي ايه الاسباب اللي بتخليكي ان انتي تاكلي غير الجوع الحقيقي. ايه الاسباب اللي بتخليكي ان انتي تروحي تاكلي؟ هل دايما بتلاقي نفسك بتاكلي وانتي متوترة، وانتي غضبانة، وانتي تعبانة، وانتي متضايقة، بتاكلي الاكل كنوع من انواع المكافأة؟ فمحتاجة ان انتي تركزي ان انتي تعالجي المشكلة دي من جذورها، وتتعلمي ازاي تتعاملي مع المشاعر بتاعتك دي بطريقة صح بدون دايما اللجوء للاكل. مش معنى كده ان في اوقات ان احنا هنبقى دايما بناكل بس واحنا جعانين، ولكن لما بركز ان انا ما احطش دايما همي في الاكل، وان انا دايما استخدم الاكل بغرض المكافأة، هلاقي ان الموضوع اختلف معايا تماما تماما تماما. طيب الحاجات دي لو عملناها هتخلينا ان احنا نتخلى عن فكرة الدايت. واحيانا كتير في مخاوف جوانا هي اللي بتخلي ان احنا مش عارفين نعمل الخطوات دي بطريقة مظبوطة. عشان كده عملت تحدي، هو تحدي ال6 أسابيع اللي فيه بعلمك ازاي تقدري تعملي كل الخطوات اللي انا قلتها دلوقتي دي، تعمليها بطريقة سهلة جدا سلسة جدا، بمتابعة يومية ومتابعة شخصية كوتشنج ليكي كل اسبوع. كل التفاصيل هتلاقيها في اللينك في الديسكريبشن بوكس عشان تعرفي كل التفاصيل عن البروجرام والحجز والدفع. اتمنى ان سنة 2023 تبقى السنة اللي انتي تتخلي فيها عن الدايت، السنة اللي انتي تتعلمي ازاي تحترمي جسمك وتديله احتياجاته فعلا، السنة اللي تعرفي فيها تقدري جسمك وتفهمي ان مش الدايت هو اللي هيخليكي احسن، ولا وزن ولا ارقام معينة هي اللي هتخليكي احسن، ولكن فكرة ان انتي تفهمي جسمك بطريقة صح وتتعاملي معاه بطريقة صح هي دي اللي هتوصلك فعلا لبر الامان. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده، واشوفك في الفيديو اللي جاي. باي باي.